في ناس كتير تيجي تقول لك يا دكتور احنا عندنا تسوس الاسنان ده وراثه، العيله كلها اسنانها مدمره يا دكتور. هل يا جماعه الكلام ده صح ولا غلط؟ لكن الحقيقه ان الوراثه ليها دور بسيط جدا جدا في تسوس الاسنان. الوراثه ممكن تورث حاجه من الاثنين او الحاجتين، يا اما تغير في شكل الاسنان بيساعد على تراكم الاكل في اماكن معينه، او ضعف في طبقه مينا الاسنان. المشكله الاساسيه اللي بتسبب التسوس مش الحاجتين دول، المشكله الحقيقيه اللي بتسبب التسوس هي البكتيريا اللي بتتغذى على السكريات وفضلات الطعام، فتبدا تفرز الاحماض اللي بتدوب طبقه المينا وتسبب فيها التسوس. فعاداتك اليوميه هي اللي بتفرق، فرشه الاسنان ونوع الاكل وشرب الميه، حتى زيارتك للدكتور بصفه دوريه كل 6 شهور، هي دي الحاجات اللي هتحدد هل فعلا اسنانك هتسوس ولا لا، حتى لو فيها المشاكل اللي احنا اتفقنا عليها انك ممكن تكون وارثها، زي شكل اسنان مختلف او طبقه مينا ضعيفه. يعني حتى لو ورثت مينا ضعيفه تقدر تحميها بعادات صحيه سليمه. كمان في طرق وقايه زياده نقدر نعملها عند دكتور الاسنان، زي الفلورايد ابلكيشن، يعني ان احنا ندهن اسنانك بماده الفلورايد عشان نقوي طبقه المينا ونزود مناعتها ضد التسوس. وفي حاجه كمان ممكن نعملها اسمها فيشر سيلنت. يعني ايه فيشر سيلنت؟ يعني ان احنا نقفل الفراغات الصغيره جدا اللي بتبقى موجوده في قلب الضرس نفسه، بحيث الاكل لا يعلق في هذه الاماكن المنخفضه شديده الانخفاض اللي ممكن الاكل يقعد فيها ويسبب التسوس. بنقفلها بحاجه رقيقه جدا او بماده بسيطه جدا، بحيث تبقى فلاشد وتبقى سموث سيرفيس وناعمه جدا، فالاكل يتزحلق ويقع من عليها على طول، وبالتالي نبقى خلصناك من المشكله اللي هي مثلا انت ممكن تكون ورثتها، اللي هي شكل اسنانك عامل ازاي. فسواء كانت المشكله وراثه او لا، انت الوحيد اللي بتقرر هتحافظ على اسنانك ولا هتسيبها للتسوس. ولو عايز تعرف ايه افضل طريقه للوقايه من التسوس، ابعت لنا واحنا هنساعدك. ولو وصلت معانا لحد هنا يبقى الفيديو ده عجبك، فاتمنى تعمل لايك وفولو عشان لسه اللي جاي كتير. وهشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.